السلام عليكم شباب، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. السؤال جديد. دكتور، انا باخد المينوكسيديل بقالي سنتين ثلاثة، والاول كان بيجيب نتيجة كويسة وبعد كده ما عادش فيه نتيجة. هل الجسم اتعود عليه؟ هل في نوع تاني افضل؟ طيب الاجابة هنا بس هنقف عندها شوية ونتكلم عن دور المينوكسيديل تاني. المينوكسيديل هو موسع للاوعية الدموية، الاوعية الدموية اللي اتقفلت بسبب هرمون الدايهيدروتستوستيرون او هرمون الصلع. بنوسعها عن طريق استخدام المينوكسيديل. المينوكسيديل لما في بدايه الصلع الاوعيه الدمويه ما بتكونش مقفوله قوي، الهرمون بيكون ضعيف، فالمينوكسيديل بيوسع الاوعيه الدمويه بشكل كويس. زي لعبه شد الحبل كده، المينوكسيديل بيوسع والهرمون بيقفل او بيضيق. فالنهارده لما بناخد المينوكسيديل، اوكي، الاوعيه الدمويه بتوسع، الدم بيوصل، بيبدا الشرايين تاخد الغذاء، بيبي هير بيتكون. مع الوقت بيكون تأثير المينوكسيديل ضعيف، لأن الهرمون بيكون قوي، بيكون هو الكفة أو الجهة اللي بتكسب. فمحتاجين حاجة، ما ينفعش ندي المينوكسيديل لوحده، محتاجين حاجة توقف هرمون الصلع مع المينوكسيديل. وهنا دور كيرلي إليلوشن.